بيحكي فيلمنا عن السحلية ليو والسحلفة سكوارتر اللي بيبقى مكانهم وسط الطلاب، وده بيخليهم يعرفوا حاجات عن نفسهم ما كانوش يعرفوها قبل كده. يا ترى مغامرتهم هتبقى عاملة ازاي؟ ده اللي هنعرفه في ملخصنا النهاردة، فيلا بينا. بيبدأ فيلمنا بشوية من الطلاب اللي بيبقوا مبسوطين عشان هيخلصوا السنة دي ومش هيبقوا صغيرين خلاص، وبيكون في الفصل معاهم ليو وسكوارتر اللي بقالهم سنين في المدرسة وعدى عليهم طلاب أشكال وألوان، فبيتريقوا عليهم عشان فرحانين انهم هيبقوا كبار وهم ما يعرفوش اللي فيها. ولما بيكونوا في حصتهم مع مدرستهم سالي ناس بتعرفهم ان المدرسه عامله رحله ملاهي لاشطر فصل، وعشان كمان دي اخر سنه ليهم فيها فيشدوا حيلهم بقى عشان يكسبوها. وفي نص اليوم بيعمل مدير المدرسه اجتماع لاولياء الامور عشان يبلغهم ان سالي ناس هتاخد اجازه طويله شويه لانها في الشهور الاخيره، فبيتضايقوا جدا لان ده حصل قبل كده وجات لهم مدرسه ما بيحبوهاش، وبسبب ده مستوى الطلاب في الدراسه بقى تحت الصفر. بس المدير بيطمنهم وبيقول لهم مستحيل اجيب لهم مدرسه اي كلام، وبيبدا الاهالي يعرفوا عيالهم ان مس سالي ناس مش دايمه ليهم، فبيحسوا بزعل عشان مدرستهم القديمة وبيفكروا في مدرستهم الجديدة عاملة ازاي عشان ينتقموا منها. وأثناء الاجتماع بيقول واحد من أولياء الأمور إن السحلية بتعيش سنين كتير وممكن توصل ل 75 سنة، فبيسمع ليه الكلام ده وبيسأل سكويرتر عن عمره دلوقتي لأنه مواليد 49، فبيقول له سكوير إنه ما بيفهمش غير في العلوم وإنه في الحساب مش قد كده، فممكن يسأل حد من سنة تانية. وليو بيكون مصمم يعرف هو عنده كام سنة، وبيستنى لما بيتجمعوا كلهم في ملعب المدرسة وبيسأل حيوان في سنة تانية عن سنه، وبيعرف ليو إن دلوقتي عنده 74 سنة، يعني كده فاضل له سنة واحدة ويكون في الباي باي. فبيتصدم ليو عشان مش عارف هو يعمل ايه ولا ايه في السنة دي، ووقتها بيرجعوا الأطفال لفصولهم تاني. وفي الوقت ده بتدخل لهم مالكن مدرستهم الجديدة وبتلبس عليهم الوش وبتعرفهم إنها ما بتحبش جو الأطفال بتاع الأحضان والطبطبة ده، وكمان ما بتحبش حد يتكلم ولا حد يتنفس أصلا. كل اللي يقدروا يعملوه إنهم ياخدوا حيوان من الحيوانات بتاع الفصل كل أسبوع بالدور عشان يحسوا بالمسؤولية ويبقى غصب عنهم مش باختيارهم. وبنبدأ بسمر، وبيكون سكوارتر خايف يطلع بره الفصل عشان اللي كان بيحصل فيهم من الطلبه القديمه، لكن ليو ما بيبقاش باقي عليها لانها كده كده فاضل له سنه، وبيقول له يلحق دنيتي يلحق اخرتي. فبيروح ليو مع سمر البيت وبيلاقيها رغايه جدا وما بتقفلش بقها طول اليوم، لدرجه ان اهلها ما بيقدروش يسمعوها طول الوقت، فبينتهز الفرصه ان لوحده في اوضتها وبيحاول يهرب، وده بياخد منه وقت طويل وما بينجحش في الاخر. وبعدها بتدخل سمر اوضتها وبتدور عليه لما ما بتلاقيهوش في الصندوق، لحد ما بتشد الستاره اللي بيكون واقف عليها وبيلبس في الحيطه. ولما بيقول لها انه مش عايز يموت قبل السنه ما تخلص بتتصدم سمر ان السحليه بتتكلم وما بتصدق بقى، وبتقعد تحكي له عن حياتها وان محدش بيسمعها بسبب كلامها الكتير. فليو بيعرفها ان هي بس اللي تقدر تسمعه، وده عشان خايف يروح المعمل يتعمل عليه ابحاث، وبينصحها تقفل بقها شويه. وبتتعلق سمر بيه وبتحبه، بس للاسف هو يوم واحد ولازم ترجعه الفصل. وتاني يوم بتدخل مالكن وبتسال عن الطالب اللي هياخد حيوان الاسبوع ده، وبيبقى دور إيلي اللي بيختار ليو برضه. فسكوارتر بيستغرب حبهم ليه، بس ليو بيقول له انه ما يقدرش يعمل حاجه في حب الناس، وبتوافق مالكن. وبعد ما بتخلص حصصهم بياخد إيلي ليو وبيستعد عشان يروح بيه البيت، وبيكون اهله مخليين معاه روبوت يحميه لانه عنده حساسيه نفس، وطبعا انت عارف يعني ايه حساسيه في الجو ده. واول ما بيدخل بيه البيت بتفضل مامته تعقم في الشقه رايح جاي، وده بيحسس إيلي انه متحاصر طول الوقت. ولما بيجي وقت الغدا بيتسحب ليو عشان يهرب تاني، بس بيلاقي نفسه الروبوتات واخداه غسيل ومكوى، لدرجه انه يا حرام في وسط العركه ديله بيتقطع. ولما بيحاول ليو يحل معاهم عشان يهرب بيسمعوا إليه، فبياخدوا ليو على جنب وبيقول له الكلمتين اللي هو حافظهم، وان محدش يقدر يسمعه غيره عشان هو شاطر، والكلام اللي انت المفروض حفظته ده. واكيد برضه حفظت انك المفروض تعمل لايك وشير للفيديو وتلحق صفحتنا على الفيسبوك لو لسه مشتركتش فيها يعني. وبنرجع بقى لإيلي اللي ما صدق يلاقي حد يفضفض له حتى لو سحليه مش مشكله، وبيحكي له عن الروبوت واهله وانه كده عايش في سجن. فليو بيقول له انا سحليه بس قد جدك وليا نظره، واقترح عليه يكتب ورقه للروبوت عشان يديله حريته شويه. فبيشوف الروبوت الورقه وبيتاثر، وبيكون كده اتحلت مشكله إيلي. وبيعدي الاسبوع الثالث بدور ثالث اللي بيكون دور جيدي، اللي بتاخده عشان تعمل بيه منظر بس في عيد ميلادها مش اكتر، لانها من عيله غنيه مشغولين طول الوقت ومحدش عارف في ايه، فمش فاضيه لسحليه يعني. وبيدخل ليه دخلته المعروفه اللي بيقولها لكل حد، وبعد ما بتتصدم والكلام ده كله بيقول لها ان الحياه مش مستاهله اللي هي عاملاه في نفسها، ووقف وقفه الحكمه بتاعته وقال لها تعزم صحابها كلهم على عيد ميلادها عشان تبطل تحس انها احسن منهم، وكمان تخلي كل الحيوانات تهرب في عيد ميلادها من القفص عشان حقوق الحيوان وعشان العمر بيجري. فبتوافق جيدي على كلامه بعد ما بتحبه. وبنشوف بعدها عيد ميلاد جيدي وهي عازمه اصحابها وبتشارك مع اصحابها عشان يهربوا كل الحيوانات، وفعلا كل الحيوانات اللي موجودة بتهرب، ولوي بيلف لفته ويفشل برضه، وبينتهي باليوم في نفس الفصل. ولما بيخلص دورها في الأسبوع الرابع ما بيكونش فاضل غير إينو اللي مش فارق معاه الموضوع أصلا، وبيبقى عامل حسابه يتعشى بليو، بس بيفتكر مالكن طلبت الاهتمام بيهم، فبياخد ليو في الصندوق بتاعه اللي ما بتلاقيش فيه ليو بس لأن سكوارتر بيكون مستخبي فيه.
عشان يعرف سر حب الطلاب للوي. واول ما بيوصلوا البيت بيقول سكوارتر الكلمتين بتوع ليو، فاينو ما بيتأثرش. فليو بيقول له جه دوري وبيطلب من اينو يبطل ياخد كل حاجه بعنف. فبيرحب اينو بالكلام وبيتأثر وبيحس سكوارتر انه مش واخد حقه في الفيلم ده. وتاني يوم بيبقى كل الطلاب اخدت ليو، فبتعرفهم مالكن ان الدور الاسابيع اللي جايه على سكوارتر. فالطلاب ما بيوافقوش وبيقولوا لها انهم هيبقوا من الاوائل لو اديتهم السحليه. فبتقول لهم انا عندي فكره احسن، تنجحوا الاول اديكوا السحليه. وبتلاقي مالكن الطلاب بياكلوا الكتب اكل وبيبقوا من الاوائل فعلا لدرجه انهم بيكسبوا في المسابقه. فبينسب مدير المدرسه الفضل لمالكن وبيحس ان اختياره في محل، وبيتفق معاها انهم لو فضلوا في المستوى ده هيخليها مدرستهم الاساسيه. وفي الوقت ده بيكون كل طالب سايب ليه تليفونه وبيكلموه طول الوقت. فبيقرر سكوارتر يكشفوا على حقيقته وبيفتح لايف لكل الطلاب وبيعرفوا انه بيتكلم مع اي حد مش زي ما كان مفهمهم، وبيروحوا عشان يواجهوه بالحقيقه. فليه هو اللي بيتصدم المره دي بس في صاحبه اللي كان فاكره صاحبه، وبيشرح لهم انه كان عايز يعمل حاجه حلوه في اخر ايامه ويغير لهم حياته، وانه ما كانش قصده يخدعهم او يكذب عليهم. فبتيجي مالكن وبتسمع كل ده وبتستغرب انها كانت طالبه من زمان جدا في المدرسه وما تعرفش ان السحليه بتتكلم. وفي نهايه اليوم بتاخد مالكن ليو معاها البيت وبتحكي له على فشلها في شغلها طول السنين اللي فاتت. فبتصعب عليه وبيقول لها ان لو الفصل ده بقى الاول السنه دي هتقدري تشتغلي شغل ثابت. وبتقرر مالكن انها تحاول في ده فعلا، وبتخلي ليو في جيبها عشان يحضر حفله المدرسه مع الطلاب. وبعدها بنشوف الحفله اللي بيبقى فيها اولياء الامور والمدير مبهورين بالطلاب في المسابقات. فبيدوا لمالكن جايزه على اللي عملته وبيشكروها وبتسيبهم وبتمشي. ومالكن بتركب عربيتها وهي معاها ليو وما بيكونش سامع ولا شايف اي حاجه في الحفله. فبتقول له انهم خسروا في المسابقات ومش عايزين يشوفوه تاني لانه السبب في قله مذاكرتهم. وبعد كده بتحطه في حديقه حيوان وبيتحايل عليها ما يموتش لوحده، بس للاسف مالكن بتسيبه وبتمشي. وتاني يوم لما الطلاب بتوصل الفصل بيبقى عندهم رحله للملاهي وبيسالوا على ليو لانه مش موجود. فبتعرفهم مالكن ان مشي وهو مطمن عليهم انهم في ايد مالكن وبتشكر في نفسها. وبعدها بيبداوا يستعدوا عشان يروحوا الرحله المفضله ليهم بس وهم زعلانين على ليو. وبيبقى سكوارتر لوحده في الفصل وبيبدا يحس بالندم عشان ليو صاحبه فاضله سنه ويموت. فبيلاقي تليفون إيلي وقدر يتواصل مع الروبوتات عشان يجي ياخدوه ويروحوا للطلاب. وفعلا قدروا يوصلوا وحكى لهم سكوارتر على كل حاجه من الاول، وحكى لهم كمان ان مالكن هي السبب في اختفاء ليو. فبتخاف مالكن من ان الطلبه يقولوا انها حراميه حيوانات، فبتعترف انها سايباه في حديقه حيوان وبتطلب من السواق يغير اتجاهه ليها، بس السواق بيرفض عشان ما يتسجنش وبتفشل محاولاتهم معاه. واول ما بيوصلوا الملاهي وبينزلوا بياخدوا السواق عشان يلعب، واول ما بيسرح في اللعب بيجروا كلهم على العربيه، والروبوت كمان بيساعدهم ان السواق ما يوصلهمش بسرعه وبيسوقوا لطريق الحديقه. وفي الوقت ده بيكون ليو مش عايز يكون وحيد، فبيحاول يتعرف على بقيه الحيوانات لكنهم بيتلموا عليه عشان يضربوه وما بيبقوش حابينه، لحد ما بيجي حيوان من اللي كانوا في عيد ميلاد جيدي وبيعرفهم انه حد طيب وشجاع. فبيبدا السحالي تتكلم معاه وتعرف سنه، فبيقول لهم انه خلاص هيموت السنه الجايه. فبيلاقي ان السحالي اكبر منه بكتير وعايشه، وفي منهم كمان وصل ل 110 سنه. فبيفرح جدا وبيبقى عايز يحتفل، لكن بيقطع احتفاله مجموعه من التماسيح اللي بتيجي عشان تاكله، بس بسبب سواقه الطفل السريع على باص المدرسه التماسيح بتخاف وبتهرب. وبيتبسط الطلاب ان ليو رجع وسطهم تاني، وليو كمان بيكون مبسوط انه هيعيش وقت اطول وسطهم وبقى له اصحاب بعد ما عاش سنين لوحده. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. استنونا في حلقه جديده وما تنسوش اللايك والشير وصفحه الفيسبوك. مع السلامه.